عزيزي أبو كيان، عزيزتي أم كيان، خل نعطيكم معلومة يمكن ما تعرفونها. الله سبحانه وتعالى خلق الرجال والمرأة مختلفين. المرأة لما تسولف سالفة عندها استعداد تظل تحكي وقت طويل وتذكر أدق التفاصيل. الرجال عكس هذا الشيء تماما، خلال دقائق قليلة يمل. لذلك لما تجي الأخت الكريمة أم كيان وتشتكي من أبو كيان، تقول ما يسمعني، ما يحتويني، ما إلى خلقي، لا عينه مو هيك الحكي، وإنما هو الرجال الله خالقه هيك، مثل ما المرأة الله خالقها هيك. بالمقابل من نسأل أبو كيان الأخ المحترم، يقول مدوختنا وساطرتنا سطر بالسوالف. فيا حبايب قلبي، كحل وسط حتى تفكون من هاي المشاكل مالتكم، لو انت تطول بالك وتستمع لها، لو انت تحاولين تختصرين السالفة، وكان الله يحب المحسنين، وخلوا الحجية تنام وكافي، تعبتوها من طلايبكم. يلا حجية دزي لهم الفيديو وقولي لهم ترى تعبتوني ودوختوني. يلا.